الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بصحة وسلامة وهنا يا رب. اكل الشتا طبعا اللي هو محشي نازل سخن من على الحلة على بطننا على طول. هقول لكم طريقة حلوة قوي قوي لخلطة المحشي، مختلفة وجميلة وهتدي للمحشي طعم وريحة، انما ايه، يا سلام يا سلام. بصوا بقى، معلقتين سمنة فلاحي حلوين كده، عليهم حبة زيت. تمام. هنزل عليهم بقى بالبصل المفروم او المبشور اللي يعجبكم. انا فارمه البصل في الكبه. هقلب اقلب اقلب في البصل لحد ما يتحمر، وقبل ما يتحمر بشويه هنزل عليه ب فلفل سبايسي، سوري، ومعلقه توم كبيره، يعني وهو داخل في التحمير فلفل سبايسي و... وتوم. تمام. وهنقلب برضو كده لحد ما يتحمر كله مع بعضه. بعدين هننزل بالصلصة اللي احنا ضربناها في الخلاط، وهنقلب برضو ونقلب نقلب كده. احنا النهاردة الفيديو كله تقليب. وهحط عليها معلقتين صلصة كبار، الصلصة الجاهزة. وبعد كده طبعا هتتسبك خلاص بقى، هقفل عليها وهقوم جاية مقطعة عليها الخضرة. تمام، يعني وهي داخلة في التسبيك كده هحط عليها بقى البهارات بتاعتها: ملح، كمون، فلفل اسمر، كزبرة، وايه تاني، وحبة نعناع كده صغيرين. يبقى وهي داخلة خلاص في التسبيك، يعني نسيبها تاخد غلوتين كده، وهي داخلة في التسبيك نحط عليها البهارات بتاعتها، وبعد كده نخرط عليها الخضرة وهنقلب برضك. الفراخ بقى كان معايا بقى ايه، طماطمية مبشورة، عليها بصلة مبشورة، وكنت سايبة حبة كده من صلصة الطماطم. وحبة حطيت عليها بقى حبة ملح وفلفل اسمر وبشرة جوزة الطيب. تمام. والله العظيم الفراخ دي ما هتاكلوا زيها، كله كده وادعولي. تمام. هبشر كده حبة حلوين كده من جوزة الطيب واقلب كويس فيها. طبعا هكون جايبة الفراخ ومجزلاها. هجزل الفراخ يعني هشرحها بالسكينة، وهقوم جاية حاشية تحت الجلد وحاشية اللحم كله، والتشريح اللي انا مشرحاه بالسكينة هدخل جواه التتبيلة عشان الفراخ كلها تاخد من طعم التتبيلة. الله بقى لو الفراخ دي اتبلت كده واتسابت لتاني يوم، بس انا عملتها في ساعتها، يعني تبلتها وسويتها في ساعتها، بس كان طعمها تحفة. طبعا هديها الاول غلوة على النار، هسويها على النار الاول من فوق، وبعد كده هنقلها ايه تحت الشواية في الفرن، تاخد بقى اللون بتاعها تحت الشواية. يبقى بعد التتبيلة دي ومش هنحط عليها مية، اهم حاجة ما نحطش المية خالص، هي اصلا هتستوي منها فيها بميتها كده. تمام. هحطها كده زي ما هي على نار هادية على البوتاجاز من فوق، واول ما تستوي هقوم جاية منزلها تحت الشواية تاخد لون. بس كده، مفيش اسهل من كده. كده خلاص. حطيتها بقى على نار هادية، وهنا كنت خرطت الخضرة خلاص. طبعا الخضرة دي كنت غسلها كويس جدا ونقعها في خل لحد بقى ما اتغسلت كده واتظبطت واديتها شطفتين تلاتة، وقمت جايه مقطعها وحطها على الخلطة. هحشي بقى البتنجان بتاعي، اقلب بقى الخضرة الاول وهكون غاسلة الرز، وهنزل بقى على الرز كده ايه بخلطة المحشي. طبعا باقي الخلطة انا هفرزها، انا بحب قوي احط خلطات زيادة كده. ليه بقى؟ بحتاجها بقى بعد كده، يعني بعد كده عايزة اعمل محشي بتسهل بقى معايا، ما بقاش لسه هعمل بقى خلطة ولسه هتعب قلبي. طب ليه؟ ما انا عندي في الفريزر، هطلع على طول تفك واقوم جاية حطها على الرز. هنا خلاص كنت دخلت بقى كل الصلصة في الرز وقلبت كله مع بعضه كده. تمام. انا عايزاها حمرا شوية، هزود عليها حبة كمان. وهقلب برضو كده فيها لحد ما كل الرز يبقى واخد من الخلطة اهو. بصوا، فرزتها في علب فاكيوم وهدخلها الفريزر على طول. هنا بقى ايه، قعدت بقى حشيت المحشي كله. تمام. البتنجان بصوا، ومفيش اسهل من محشي البتنجان والكوسة والفلفل وكده، اسهل من الكرنب وورق العنب بكتير يعني. طبعا كنت مقوراه بقى من قبلها وغسلاه ومخليه، بصوا لوز اللوز كده فله. تمام. وقمت جايه بقى حاشيه كل كميه البتنجان. طبعا بقى الحله اللي انا عملت فيها الخلطه هي نفس الحله اللي انا عملت فيها سويت فيها البتنجان، ما غسلتهاش حتى، يا دوبك فضيت الصلصه وخلاص. وهنا خلاص
خلصت الحلة كلها وكوباية مية واحدة بس على الخلطة، يعني كوباية مية كده على خلطة على البتنجان، ده العقد بتاع البتنجان. وكده كان الأكل خلص، وبألف هنا وشفا عليكم. ولو أول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة.